الشويتين بتوع الدرديري اللي الزمالك عملهم مع التحكيم السنة اللي فاتت ولسه مكمل فيها السنة دي على لسان أبو العلي في قناة المزاريطة اليوم. الحكام معظمهم زملكاوية وبرخصة، وفضايح التحكيم في مجاملة الزمالك لا تعد ولا تحصى، وأخدوا 2 دوري بالاحتواء. وفي الآخر ميدو كمسؤول في الزمالك يطلع يعمل مؤتمر صحفي يهاجم الحكام ويقول إنهم السبب في إبعاد الزمالك عن المنافسة. بعديها بأيام الزمالك نفسه يتمسك بلعب ماتش الأهلي بحكم مصري ويرفض تماما الحكام الأجانب. نفس نظرية الجرجيري، نهاجم اللي بيجاملنا عشان يجاملنا أكتر. نفس الشويتين دول دلوقتي بيتعملوا على أكبر بقى، بيتعملوا مع الدولة، بيتعملوا مع الدولة كلها. الدولة اللي كانت بتفاوض وبتقنع فرجاني ساسي عشان يجدد للزمالك. الدولة اللي ادت الزمالك 100 مليون جنيه في تصريح رسمي لوزير الشباب واللمساس. الدولة اللي بتوفر للزمالك الدولار عشان يسدد الغرامات ويتعاقد مع لعيبة ومدربين في كل الألعاب، وهو معدوم الدخل الدولاري أصلا يعني. الدولة اللي عملت للزمالك لوحده دونا عن كل الأندية محلات في السور بتاعه بيكسب منها ملايين بقاله سنين طويلة. الدولة اللي ساكتة على أرض أكتوبر بقالها 22 سنة. الدولة اللي رئيس وزرائها زملكاوي ونائب رئيس وزرائها زملكاوي ووزير رياضتها زملكاوي ورئيس اتحادها للكرة زملكاوي وإعلامنا الرسمي وغير الرسمي كله زملكاوية. الدولة دلوقتي بقت ضد الزمالك، وكل يعني ما يقف على رجليه تهده وتوقعه. الدولة اللي ادت الزمالك أرض شبه ببلاش من 22 سنة عشان يبني نادي ويزود موارده المالية وقاعدته الجماهيرية، فالزمالك يقوم مسقع الأرض 20 سنة وفي الآخر بقى جاي يبيع الأرض استثماري كومباوندات ومولات. ويا ريته هياخد الفلوس يبني بيها النادي مثلا ولا يعمل حاجة مفيدة. ده خد الفلوس والقروض اللي خدها على حس الأرض وبيشتري بيهم لعيبة، وتولع بقى الدولة وتولع الأعضاء اللي اشتروا عضويات في الصحراء. حسام المندوه طلع يولول ويقول لك احنا ملتزمين بالقرار الرئاسي والبنى على قدم وساق، وكنا خلاص قربنا نخلص الملاعب وفي خلال شهرين الفريق الأول كان هيتدرب هناك. شكله يا عيني كده مسكين وبيصدق الصور بتاعت هشام نصر اللي بيضحكوا بيها على جمهورهم وعلى الأعضاء الغلابة، الناس اللي اتنصب عليهم في الاشتراكات. راحت وزارة الإسكان منزلة بيان مكدبة فيه كل كلامهم، ومع البيان راحوا منزلين فيديو متصور رأسي بالدرون لأرض نادي الزمالك في أكتوبر، فضحوا فيه كل المسؤولين المخططين. الأرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وعلى حطة إيديهم من 22 سنة. وبدل ما كله يتكسف على دمه ويعترف بغلطه ويستخبى، طلعوا علينا كل إعلامهم ولاعيبتهم ويولولوا بقى ويهاجموا الدولة ويناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل. طب ما رئيس الجمهورية تدخل سنة 2021 ورجع لكم الأرض واداكم مهلة 2 واتجددت 2 كمان لمراعاة ظروف النادي. يعمل ايه تاني؟ يتدخل رئيس الجمهورية عشان تاخدوا أرض الدولة تسقعوها وتبيعوها سكن ومولات؟ طب ما الدولة أولى بالأرض بتاعتها تبيعها بقى وتبني مدارس ومستشفيات للشعب، عشان في الآخر وبعد الهري ده كله يطلع لك ممدوح عباس يقول لك إيه يعني أرض أكتوبر اتاخدت؟ هناخد أرض في التجمع نبني فيها فرع تالت عشان كله يعرف مين هو الزمالك والجميع يخشى أكبر قلعة رياضية في مصر. تاني أنت هتبني فرع تالت قبل ما تبني فرع تاني؟ وما تعلمتش حاجة من أكبر قلعة رياضية في مصر دي؟ ده انتوا من ساعتها حرفيا مش شايفين حاجة قدامكم، ومن ساعة ما طلعتوا بالسلوجان ده والمصايب نازلة ترف على دماغكم من كل حتة. وطبعا الموضوع ما ينفعش يعدي كده من غير ما نجيب الأهلي في جملة مفيدة. واقفلوا بقى النادي وخلوا الناس تتابع الدوري الإنجليزي ولا السعودي، وخلي بقى الأهلي ينفعكم. واضح كده ان هاني شكري لسه مصر على الالفاظ الشوارعجيه اللي بتعبر عن بيئته الطبيعيه. في الاخر اتمنى يعني ما تصدعوناش،
أصل الموضوع هيتلم، يعني هيتلم. في فلوس اتلمت من المستثمرين، في فلوس اتلمت عضويات، في قروض اتاخدت على حس الأرض. ومن الآخر كده الأرض لو ما رجعتش، في ناس كتير كبيرة هتتعور، فتلموا عشان تتلم. ولك الله يا زمالك، ناس ما عندهاش دم.